انت ايه رسالتك في الحياه؟ ايوه يعني ايه الهدف اللي انت عايش علشانه؟ يعني من الاخر كده انت بتعمل ايه هنا؟ ما تخافوش انا مش هقول لكم كلام كبير، تعالوا بس نعرف راي صحابنا في الموضوع ده ايه ونرجع نكمل كلامنا سوا. ايه هي رسالتك في الحياة؟ ان انا عايزه انجح. المفروض اهتم بالمجتمع يعني واحافظ عليه، المفروض كلنا نكون ايد واحده يعني نحمي المجتمع والحاجات دي. ان انا يعني اكون مهندس وكده واكون مذاكر. يعني اعمل حاجه ليا انا كمان، لازم يبقى ليه مستقبل برضه. طب يعني ايه رسالة الحياة اصلا؟ هو اي انسان ربنا خلقه هو ليه رساله. ساعات ممكن ما اكونش فاهم انا رسالتي ايه في الواقع، بس مع الوقت هفهم انا ربنا حطني واوجدني في المكان المعين ده عشان اعمل حاجه معينه. حاجه ابقى انا متارجتاها ان انا عايزه اوصلها للي قدامي. هو كل بني ادم ربنا مديله حاجه المفروض ان هو يوصلها يعني. هدفي عنده حاجه حابب يقدمها، لازم يكون ليه حاجه كده منه هو بتاعته هو خاصه بيه. يحط هدف قدامه ويحاول يحققه. يعني مثلا هدفه مثلا هو طفل انه يذاكر ويجتهد، يكون شاطر في مذاكرته. حاجه المفروض اوصلها لحد، مفهومها ان انا يبقى في هدف حاطه قدامي وعايزه اوصل له في يوم من الايام. كل واحد فينا ليه رساله، ربنا خلق كل واحد فينا عنده رساله، المفروض ان كل واحد فينا يعرف رسالته ويدور عليها ويحاول بمساعده ربنا وبنعمه ربنا انه يؤديها. رسالتي في الحياه يعني لازم اعمل حاجه مهمه، الحاجه دي تفضل ثابته معايا. يعني مهم من الصغر يعني نعود ولادنا ان هم يكون ليهم رساله، وطبعا اعظم رساله ان هو يكون عينه على السماء. يعني بيبقى عنده هدف معين عايز يحققه، يعني بيشتغل عليه، بيشتغل على نفسه. رساله انت يعني لو ربنا جايبك عشان تعمل الهدف ده. طبعا ان الولد الاول يحدد هدفه، ده محتاج منك انت المساعده انك تساعده فيها. حاجه بقدمها، يعني حاجه بعملها للناس، بفيد بيها الناس. هو رساله مثلا ربنا بعتك ان انت مثلا تأدي رسالتك في الحياه، مثلا انت لازم تعمل كذا، مثلا زي اباء الرهبان رسالتهم ان هم يوصلوا تعليم ربنا لينا. هدف انا عايشه عشانه. ليه مهم يكون ليك رسالة في الحياة؟ عشان يبقى عندي طموح ان انا انجح في حياتي، عشان يبقى ليك دور في الحياه، يبقى ليك دور في المجتمع اللي انت فيه. ليه لازم اعيش رسالتي دي؟ عشان ربنا خلقنا لكده، عشان يبقى لينا هدف ولينا قيمه، نبقى لينا دافع للحياه. لانه هو لازم يبقى شخص مهم، يعني مش يبقى شخص مش حلو مثلا، حاجه زي كده. ايه؟ يعني علشان يعرف يعتمد على نفسه ويعرف معنى الرساله صح، وبعد كده اصلا يعني الناس التانية هم استفادوا برسالته بعدين. عشان يعني كلنا ربنا خلقنا عشان يعني لينا رساله في حاجه هنعملها، مفيش حد عايش من غير هدف، لازم يكون حد عنده هدف في الحياه. ازاي تساعد اولادك انهم يعرفوا رسالتهم في الحياه؟ لو انا اديته امل، ان انا اديت ابني الامل في الحياه واقول له انت ليك هدف، انا اللي ازرع ده جواه. على حسب سنهم، يعني الاول بتكلم معاهم في ان هم فاهمين يعني ايه هم عايشين بيعملوا ايه في حياتهم. بنساعدهم ان احنا بنحفزهم طول الوقت، بنشجعهم، بنوفر لهم امكانيات اللي بتساعدهم ان هم يتطوروا طول الوقت. ان انا ارشدهم بقى، اكون مرشده ليهم، ان انا اكون صاحبتهم، اي حاجه هم يحكوها لي مثلا فانا اديهم رايي. من هو صغير رسالته هو الحياه ان هو يبقى ناجح في دراسته، ان هو يمجد اسم ربنا في معاملته مع اخواته في البيت، في المدرسه يبقى نور وملح، يبقى انسان مختلف، انسان ليه رساله، ما يبقاش زي كل الاولاد. افهمهم الصح الاول من الغلط، وسنه بقى مع المواقف والكلام هقدر افهمه ايه هو الهدف وايه المفروض ان هو يوصل له. هم اللي عايزين ايه، هم حسب هم عايزين يطلعوا، انا هنمي ده فيهم. انا اساعده ان انا احط له نقط عريضه، ما ينفعش ان اخده وامشي بيه، لا هو نقط عريضه وانت كمل دنيتك، كمل هدفك. محتاج باستمرار يبقى فيه حوار، يبقى فيه توعيه، يبقى فيه كلام، يبقى فيه مناقشه، وممكن في النص هم يبقوا عندهم هدف تاني او عندهم تفكير مختلف، لازم نعدل المسار، لكن مش هينفع عن طريق الامر او عن طريق الحزم، او لا، لازم يكون في حوار. الموضوع يبان من بعيد انه كبير ومكلكع وما يتفهمش، بس في الحقيقه هو ابسط من كده. انا هقول لك، مكتوب كده في ارميا اصحاح 1 آية 5: قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه؟ يعني انت من قبل ما تيجي للدنيا اصلا ربنا راسم خطه كبيره قوي لحياتك، خطه عظيمه اكبر بكتير من اللي انت ممكن تبقى راسمه لنفسك. اوعى تقول ده انا لسه صغير، لسه بدري قوي على الكلام ده، لا، ربنا بيشكل فيك
وبيجهزك من دلوقتي للخطة دي، زي يوسف وزي موسى كده. يعني من الآخر انت ربنا مش خلقك كده وخلاص، ده ليه خطة وهدف وترتيب. طب وانا امتى هعرف الخطة والهدف من حياتي دول؟ ما تستعجلش، هتعرف كل حاجة في وقتها المناسب اللي ربنا محدده بالظبط. طب ولغاية ما اعرف بقى الحاجات دي انا اعمل ايه؟ انا هقولك كل اللي مطلوب منك انك تكون قريب من ربنا وتعرفه اكتر. يعني تواظب على الكنيسة وعلى الاجتماع بتاعك، تتكلم مع ربنا، تصلي، تقرا الكتاب المقدس بانتظام. كل الحاجات دي هتساعدك تسمع صوت ربنا كويس جدا، عشان لما يجي الوقت المناسب اللي بنقول عليه ده تعرف تميز صوت ربنا وتسمعه بوضوح. وصلت؟ بالسلامة.